أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. عندما نطلق على شخص اسم سماوي فإننا نقصد وصف الشخص الذي يبث سمومه ويضمر في نفسه الكراهية والشر والسوء لغيره. ولكن السماوي قبل أن تكون صفة كانت مهنة معروفة ظهرت في العصر المملوكي الذي استمر من عام 1250 إلى عام 1517، عندما انتشرت الكلاب الضالة في الشوارع وتعرض المرأة والأطفال لمهاجمتها وعقرهم وانتشار مرض سعار الكلاب الذي يؤدي في النهاية إلى الوفاة بعد سلسلة من الأعراض الغريبة التي تصيب الجهاز العصبي. لذلك فحرصا من الحكومة في ذلك الوقت على سلامة المواطنين فقد قامت بتخصيص أشخاص وتكليفهم بقتل الكلاب الضالة يتبعون جهاز الشرطة، وبعد ذلك أصبحت تلك المهنة تتبع البلدية وحاليا تتبع الطب البيطري. واستمرت تلك الوظيفة لسنوات ليست بالبعيدة، فكنا كثيرا ما نرى بعد منتصف الليل رجلا بصحبة رجل آخر يقود عربة لا صندوق كبير يجرها حصان أو حمار يحمل معه حقيبة من الصفيح مربعة الشكل لها يد يحملها منها، وبداخل الحقيبة بعض قطع الخبز أو اللحم ولف بها سم، فيغمس قطع الخبز أو اللحم في السم ويلقي بها للكلاب المراد قتلها، وينتظر بضع دقائق حتى يرى مفعول السم وقد بدأ يتسبب في ترنح الكلاب ودورانها حوالين نفسها فيحملها في العربة، فأطلق الناس عليه اسم السماوي بتاع الكلاب. ثم فيما بعد أصبح السماوي يستخدم بنادق الخرطوش في قتل الكلاب، ولكن ظل الرجال القائمين على ذلك يطلق عليهم من عامة الناس اسم السماوي نسبة للسم، أول وسيلة للتخلص من الكلاب الضالة. وتعود معاناة الناس من عضة الكلاب لقديم الزمان، فنجد أول التقارير المدونة عن مرض السعار يعود إلى حوالي عام 1930 قبل الميلاد، فقد تضمنتها مخطوطات ببلاد الرافدين اللي هي ما بين النهرين، وتنص بأنه على مالك أي كلب تظهر عليه أعراض السعار أن يتخذ تدابير وقائية ضد عضات الكلب. إذا عض الكلب المصاب بالسعار شخص آخر وتوفى ذلك الشخص على أثر ذلك يتم تغريم صاحب الكلب. وفي عام 1885 تم اكتشاف وتطوير لقاح علاج السعار، إلا أن المواطنين البسطاء إما بدافع من الرحمة والشفقة أو الخوف على كلابهم التي تحرس بيوتهم وبهائمهم، فإنهم يرون أن وسيلة السماوي في قتل الكلاب وسيلة وحشية، لذلك أطلقوا اسم السماوي على الشخص الذي يبث سمومه ويضمر في نفسه الكراهية والشر والسوء لغيره. واستمرت تلك الصفة حتى وقتنا هذا. وقد استلهم الكاتب الساخر أحمد رجب من تلك الوظيفة شخصية أطلق عليها اسم قاسم السماوي، ورسمتها ريشة الفنان الكاريكاتير المصري مصطفى حسين، وهي شخصية تستكثر الخير على كل من حولها، غير راضي عن أي شيء في حياته، يردد دائما عبارة جاتنا نيلة في حظنا الهباب. فإذا ذكر أمامه سيرة أي شخص فإنه يبث سمومه ويلصق به كل الصفات الشريرة والخبيثة، ولا يذكر أحد إطلاقا بالخير، لأنه بخياله المريض يتخيل أن كل البشر في غاية السوء ما عدا شخصه، فإنه يرى نفسه بأنه صاحب الصفات الكريمة والقلب الطيب، وأنه أكفأ الناس، لكنه ليس من المحظوظين، إنما من هؤلاء الناس المطحونين
وللأسف أنهم المتفوقين، ولكنه لا يحصل على حقه، بينما الحقيقة أنه أسوأ البشر وأكثرهم شرا. عزيزي وأصدقائي الأعزاء، حفظكم الله من شرور كل سماوي.